هلو ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. انا عليا طبعا زي ما بقول لكم كل مره ان انا لو عليا كل يوم انزل لكم فيديو او اطلع لايف او اعمل اي حاجه، بس يلا معلش. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا للناس اللي بتهتم ببشرتها والحبشتكنات ديت يعني، وعايزين نروق على نفسنا كده يعني دول الحاجات ديت سبب سعادتي الاولى والابديه. الصراحه انا ممكن اكون هدفع مبلغ فيهم بس انا ما بندمش، فيعني هي برضو بتقعد معايا فتره. دول الشيت ماسك يا جماعه، وحلاوه الشيت ماسك يا جماعه فظيعه. دول اكتر شيت ماسك انا استخدمتها وعجبوني جدا. هي في حاجات كتيره جدا الصراحه، بس احنا لو جبت كله يعني خلاص مش هينفع يعني، بس دول اكتر حاجه انا بحبها وبيجوا كده على وشي وبحس ان فعلا في نتيجه. بس طبعا في شيت ماسك للشفايف وفي شيت ماسك معرفش ايه وشيت ماسك الايه، يعني ايه لو قعدنا كده مش ورانا حاجه مش هنخلص يعني. فانا النهارده قلت اقول لكم ايه اكتر شيت ماسك بحبها وبتيجي عليا. بصوا انا مش فاكره سعر كل حاجه، بس انا دول جايباهم كده، دول كده كلهم شقله واحده، كانوا بحوالي ده السعر. انا لسه ما استخدمتهمش، لسه جايباهم من يومين ولسه ما استخدمتهمش. قلت بدل قبل ما افتح واحده وانسى كالعاده يعني. هو المفروض مكتوب عليهم السعر بس انا مش فاكره يعني. المهم يعني لو لقيت السعر هقول لكم. هو السعر تقريبا مخفي. المهم انا دول انا شاريهم كده ب 400 جنيه. اوكي، دول هيقعدوا معايا فتره حلوه يعني، هم مش بيتحطوا كل يوم، فهيقعدوا معايا فتره حلوه، بس ده من مسببات سعادتي. المهم هقول لكم اول واحد حلو جدا للهالات السوداء اللي تحت العين. اي حاجه زي ما قلت لكم هي عايزه استمراريه، فبدل ما احنا بنجيب ميك اب عشان نداري العيوب، فاحنا ممكن نجيب حاجات طبيه تنفعنا ونبقى كده ايه من غير اي حاجه، نبقى فله شمعه منوره من غير حاجه يعني. هو الموضوع هياخد وقت شويه بس مع الاستمراريه دوت هيجيب نتيجه. من فيرني اللي هو الشيت ماسك بتاع تحت العين للهالات السوداء. طبعا انتوا شايفين ان هو مكتوب عليه برتقال، مرسوم عليه برتقال، يعني معناه ان هو فيه فيتامين سي وما ادراكم. والفيتامين سي زي ما قلت لكم هو بيعمل الفيتامين سي ان هو بيوحد لون البشره دوت عامه سواء كان في اي مكان. فمعنى دوت يعني السواد اللي تحت العين دوت هيروح، والهالات السوداء والحاجات اللي احنا ما بنحبهاش بدل ما بنروح نجيب كونسيلر ونشترك في كونسيلر ونداري كل شويه واحنا خارجين، فاحنا عادي ممكن نصبر شويه ونجيب الحاجات ديت نستخدمها باستمرار علشان الهالات السوداء اللي تحت عينينا تروح. وكمان بصوا بيز لاين دوت يعني هو حلو في كل حاجه. هو يعني بصوا هي حكايه وروايه، انا بعشقه. الغسول بتاعه روعه، الغسول بتاع الاماكن الحساسه روعه، بيفتح برضو، والريحه تحسه كده بانتعاش فظيع. والدي دراون بتاعه برضو حلو جدا دوت مكتوب عليه بالزفير الابيض. ما معنى الزفير الابيض؟ انا هستخدمه في ايه بقى؟ بعد لما بعمل وشي مثلا، لو هعمله بالشيفنج اللي هي بتاعت فلامينكو اللي هي الاوريجينال، انا بتتجاب هي اساسي في صيدليه العزبي بحوالي 95 جنيه او 99 جنيه يعني، هي قولي 100 جنيه يعني، هي ما بتتعداش ال 100 جنيه. انا يعني هي بتمشي مع بشرتي، ان انا عامله ليزر، عشان انا عامله ليزر فهي بتمشي مع بشرتي جدا. ممكن ما تمشيش، الناس ما تروحش تجيب اي شيفنج وتقول اصل هي طلعت الشعر خشن والكلام دوت. انا بقول فلامينكو الاصليه هي اللي حلوه جدا، وبالنسبه لي انا ما بتزودش الشعر وما بتعملش اي حاجه من الحاجات ديت خالص، فجربوها برضو وعن تجربه يعني. المهم دوت بعد ما بخلص الشيفنج بعديها بساعه كده، انا ساعات الشيفنج بتجرح وشي، احس ان وشي كده بيحرقني، وخاصه التي زون بتاعتي بتبقى بتحرقني جدا، كل دوت بيبقى بيحرقني ووشي وكده، فدوت بيهدي الاحمرار بتاع الوش يعني، سواء كان وشك بقى ملتهب من الشيفنج او وشك ملتهب من اي حاجه من الحاجات ديت، فديت حلو جدا بيهدي البشره وبيرطبها. هو روعه، هو يعني بتاعت كل الحاجات بتاعت دوت فظيعه، انا بحبها جدا. دوت كان اول شيت ماسك. تاني شيت ماسك برضو من غارنيه هو بالفيتامين سي. طبعا مش كل شويه هنقول الفيتامين سي بقى، احنا عايزين نخلص. بالفيتامين سي دوت طبعا بيرطب، وفي دوت في غير
هايرولونيك بيرطب البشره وبيوحد لون البشره، واي اسمرار في البشره بقى والحاجات ديت مكان الحبوب او كده، فهو بيوديها. انت هتلاحظوا الفرق طبعا اول مره ما تستخدموه، بس مش هيفتح زي ما انتم متخيلين. هي كل حاجه عايزه استمراريه. عامه اي شيء ماسك، او احنا مش بنعمل ماسك على وشنا غير بس مرتين في الاسبوع، مش اكتر من كده، لان الحاجه لما بتتقلب عن حدها ايه ده، الحاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. ركزوا معايا كده. تاني حاجه برضو هو من غرنيه دوت بالفحم والطحالب السوداء. سيبنا من الطحالب السوداء، بصوا عشان انا مش خبيره فيها، بس الفحم انا بجيب شريط فحم من الصيدليه، وبجيب معجون سنان، انا مش فاكره اسمه، بس انا قبل كده كنت مصوره مدور كده، هو باودر اوكي ب 13 جنيه او ب 17 جنيه. انا بالنسبه لي المعجون دوت سحر، احسن من اي معجون. بيشيل التصبغات بتاعت السنان مكان القهوه والشاي والحاجات ديت. اجيب شريط الفحم دوت، اكسر الفحم واحطه معاها وابتدي اغسل سناني. طبعا الفحم اصلا، اقراص الفحم هي مش مستحبه، لان هي بتشيل الطبقه اللي هي اسمها مش فاكره امونيا ولا مش فاكره اسمها ايه، يعني اللي هي بتاعت السنان بتضعفها يعني، فهي مش مستحبه. بس انا بالنسبه لي ما ضرتنيش في اي حاجه يعني، لان انا بستخدم المعجون العادي بقى، سواء كان سنسوداين اي حاجه، اي معجون. والمعجون الباودر دوت بستخدمه مش كل يوم، ممكن 3 مرات في الاسبوع، وساعات والله بستخدمه كل يوم. انا ده بقالي فتره كبيره عليه وانا ما اتاذيتش في اي حاجه، لان الاقراص بتاعت الباودر هي مخلوطه في دوت، فدوت مغطي على ده. فيعني جربوها برضو، قراص الفحم في السنان هي حلوه جدا. فدوت بقى انا كنت هقول بقى قراص الفحم وانسى دوت بيهبب ايه. الماسك دوت بيشيل الشوائب بتاعه الوش. يعني لما كان ما بنحط باودر او فاونديشن او اي حاجه من الحاجات ديت، المسام بتبقى متغلغله جواها شوائب وحاجات، بصوا بلاوي سودا. فالماسك دوت هو وظيفته ان هو يشيل الشوائب بتاعه المسامات، فبالتالي المسام هتبقى نظيفه وهيقفلها. بيرطب برضو، يعني بيرطب وينعم، وفوق ده كله اللي هو مخصص اصلا ان هو بيشيل الشوائب بالفحم، عشان زي ما قلت لكم ان الفحم عامه بيشيل التصبغات والحاجات ديت. فهو برضو دوت حلو جدا جدا جدا. انصحكم برضو تجربوه. وكمان جبت دوت بال اسمه ايه، الشاي الاخضر، شايفينه؟ دوت حلو جدا بالنسبه لي. ده اكتر ماسك ممكن يكون مفضل بالنسبه لي، لان انا بشرتي دهنيه، فدوت بعيدا طبعا ان هو بيرطب وبينعم وكده، فهو بيقضي على اللمعان بتاع البشره. يعني انا ممكن اكون غاسله وشي واجي بعديها بساعتين، لو انا حاطه ميك اب ونزلت في الشارع الاقي وشي بيلمع عادي جدا. فهذا الماسك بقى بيقلل من اللمعان بتاع البشره، فهو بالنسبه لي حلو جدا. ودوت احسنهم هو والفحم، يعني دول اكتر اتنين بحبهم وبيحبوني كده، في ما بيننا عمار. فدوت اكتر برضو حاجه بتيجي على بشرتي، علشان انا بشرتي الدهنيه. بصوا هو غالبا يعني كل حاجه من دول ب 45 46، يعني بصوا هي مش متعديه ال 50 يعني، بس انا مش فاكره كل سعر حاجه لوحدها كام. وكمان هذا دوت بقى لوريال، احنا نغير بقى دوت وهندخل على لوريال. هو برضو في يا رب تكونوا شايفين دوت برضو في هايرولونيك يا جميله، هايرولونيك، في هايرولونيك دوت بيرطب البشره برضو جدا جدا، وبيخليها مرنه، يعني طريه مش مشدوده. يعني لما الوش بيقشف وبيقشر بتحسوا ان الجلد كده مشدود، دوت بيخليها مرنه. اوكي، فهو بيرطب وبينعم البشره وما فيهوش اي فايده ثالثه، يعني هم دول بس. هو حلو يعني، جميل. يعني هو ينفع لاي بشره. اوكي اوكي اوكي، اهو كده. واخر ماسك بتاع غرنيه اللي هو بالرمان. الماسك دوت بصوا هو يعني برضو فيه هايرلونيك وفيه السيرم. اوكي، دوت حلو جدا للبشره الحساسه جدا. انا بشرتي دهنيه بس عادي، هو بيمشي على بشرتي، بس هو حلو جدا 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 للبشره الحساسه. بيرطب وبينعم، ويعني بصوا بيخلي الوش كده جميل.
وفي ماسك بس انا ما لقيتهوش، وبصراحه انا مش عارفه انا اجيبه منين. يعني ماسك البابلز لو انتوا تسمعوا عنه، هو كوري دوت برده حلو جدا ان شاء الله لو جبته، بس انا اكيد مش هعمل فيديو عشان ماسك واحد يعني. دوت برده حلو جدا. فديت برده الحاجه اللي انا جبتها النهارده وانصحكم بيها. في طبعا ماسكات كتيره جدا للشفايف والحاجات ديت، بس ايه ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. بس انا ارتبها لكم كده عشان شكلها يبقى حلو. دان دان دان، دول اكتر حاجه. اي ماسك عامه في دول مش بستخدم اي ماسك غير مرتين بس في الاسبوع، وممكن مره كمان مش مشكله، لان انت طول الاسبوع كل يوم بترطبي وشك، ده شيء اساسي، ويعني بتقفلي المسام والحاجات ديت. فعادي احنا ممكن نستخدم مره في الاسبوع بس، مش لازم مرتين. يعني لو الدنيا مبحبحه معانا شويه وفي فلوس، عادي احنا نستخدم مرتين ونصرف وبصي ما يهمناش. بس لو مش معانا فلوس عادي هنستخدمه مره واحده في الاسبوع بس، كل يوم نعمل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. فده برده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون فاتكم. لو حد ليه في الشيت ماسك والحاجات ديت اكيد هو هيستفاد. لو وصلتم معايا لحد هنا يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك. اوكي، في حد كده معرفش بيتفرج عليا بيعمل ديسلايك، اموت واعرف انت مين وبتعمل ديسلايك ليه؟ طيب يعني انت واجهني كده، راجل ولا ست لست ولا اي حاجه اعرف. المهم لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتم حابين. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. هتوحشوني جدا جدا جدا. لحد الفيديو الجاي، باي باي.